صحة العينين. إن البصر هو أحد النعم الكبرى التي أنعم الله بها على الإنسان، والعين هي النافذة التي نرى العالم من خلالها. ويتفق معظم الناس على أن الإبصار هو الحاسة الأهم بين الحواس الخمس. تعتبر تركيبة العين ووظيفتها من الأشياء المركبة والساحرة في نفس الوقت، وهي عبارة عن مستقبل حسي يتفاعل مع الضوء الصادر من الشيء المرئي أو المنعكس منه. ويقوم عضو الشبكية في العين بتحويل هذا الضوء لسيالة عصبية التي تنقل عبر الأعصاب ومن ثم نحو الباحة البصرية الموجودة في الدماغ. العينين هي من أهم وأكثر الأجزاء الحساسة في جسم الإنسان، ويجب المحافظة عليها والاهتمام بها تجنباً لتعرضها لأحد الأمراض والمشاكل المتعلقة بصحة العينين. طبعا لما نيجي نتكلم عن العين، من الحاجات المهمة اللي نبقى عارفينها عن طبيعة العين الأول أو تركيب تشريح ليها، إنها مكونة من بعض الأجزاء المهمة جدا. الجزء الأمامي المهم في العين اللي هو القرنية بتاعت العين. قرنية العين دي عبارة عن جزء شفاف خاص بانكسار الأشعة علشان لما توصل للشبكية بتاعت العين. القرنية دي من الأشياء المهمة جدا، لأن مهم إن هي تبقى رطبة دايما بالدموع الخارجية. وبعد ذلك بعد انعكاس الأشعة على القرنية بتنعكس على عدسة العين اللي هي الجزء الثاني المهم من العين، وتوصل للشبكية بتاعت العين بحيث تستقبلها الخلايا الخاصة بالشبكية. لو نشوف هنا رسم توضيحي للعين بصفة عامة، نلاقي ان الجزء القرنية اللي هو جزء شفاف، هو شفاف محدش يقدر يشوفه، انما بنشوف من وراه اللي هو لون العين. لون العين اللي هو البني الازرق الاخضر ده اسمه قزحية العين. خلف القزحية جزء تاني شفاف اللي هو عدسة العين او بنسميها بلورة العين، بينعكس برضه عندها الاشعة، وبعدين بتسافر هذه الأشعة لغاية ما توصل لخلايا الشبكية اللي بتستقبلها، وتبدأ تحول الإشارة الضوئية إلى عن طريق بعض التفاعلات كيميائية إلى إشارة كهربائية توصل عن طريق العصب البصري لمركز الإبصار في المخ. بصفة عامة الأمراض المتعارف عليها في الحياة العامة اللي هي الرمد أو الالتهاب الخاص بالعين، غالبا بيبقى الالتهاب ده في الغشاء اللي اسمه الملتحمة الذي يبطن جفن العين زائد البياض بتاع العين اللي هو اسمه الصلبة. الالتهاب ده بيحصل من أشياء مختلفة، منها التهابات بكتيرية، منها التهابات خاصة بالتراكوما، منها التهابات خاصة بالفيروسات، زائد الحساسيات بأنواعها. على حسب طبيعة كل بلد بتنتشر بعض هذه الأمراض أكتر من البلاد الأخرى. التراكوما من الأمراض المهمة جدا اللي تم توصيفها من خلال دكتور إنجليزي عايش أساسا في مصر، واكتشف المرض ده ولقى انه هو مستوطن او منتشر في مصر وفي دول في الشرق الاوسط تقريبا، ما كانش معروف اساسا قبل كده. حتى في انجلترا والدول الاوروبيه كان اتعرف في دول الشرق الاوسط. التراكوما ده اسمه رمد حبيبي، التهاب بيصيب الملتحمه برضو، بيسبب بعض الحبيبات على الجزء الداخلي من الجفن. ليه جزئين، او يا اما يبقى رمد حبيبي نشط او تراكوما نشطه او غير نشطه.
تم علاج امراض تراكمة كتيرة جدا، لدرجة ان معظم الحالات الفترة الحالية غير نشطة. انما كان فعلا التراكوما ده من الامراض المعدية اللي بتتنقل بسرعة بين البشر، عشان الناس كلها كانت بتبقى عايشة جنب بعض ومع بعض في حتت متقاربة، فبالتالي كان بينتشر بسرعة، وكان بيؤدي إلى إصابات قد تؤدي إلى عتمات في القرنية، وبالتالي الإنسان يفقد البصر. صحة العينين والكمبيوتر. أصبح جهاز الكمبيوتر من أهم الأجهزة في عصرنا هذا لكل شخص، وهو العامل الرئيسي للدراسة والعمل. ويقضي الفرد أمام شاشة الكمبيوتر يومياً ما يقارب 4 إلى 5 ساعات لتقضية عمله. وكما يعرف أن شاشة التلفاز والكمبيوتر تخرج إشعاعات وضوء تضر بالعينين وتسبب لها مشاكل كثيرة، منها إرهاق العينين وصداع، تشوش الرؤية، حرقة واحمرار وجفاف بالعينين، بطء بالتركيز على الكلمات، ازدواجية بالرؤية، تحسس للضوء، ألم في الظهر والرقبة والتشوش بالألوان. بين 75% إلى 90% ممن يستعملون شاشات الكمبيوتر يشكون من بعض هذه الأعراض، بعكس الذين لا يستعملونها.